أهلا بيكم حبايبنا. شركة شورى بترحب بيكم جدا. النهاردة هنتكلم عن برنامج النهوض وإدارة محصول بنجر السكر. محصول بنجر السكر من أهم المحاصيل الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية، اللي بتوصل متوسط مساحته من 600 ل 650 ألف فدان، والمحصول ده بيسد فجوة استيراد السكر من الخارج وتوفير عملة صعبة للبلاد، لأن إجمالي استهلاك مصر من السكر 3.3 مليون طن سنوياً. ومصانع قطاع الأعمال وكمان شركات السكر اللي بتنتمي للقطاع الخاص بتنتج 1.9 مليون طن سكر سنوياً من بنجر السكر، بالإضافة إلى 900 ألف طن سكر من قصب السكر، والباقي بيتم استيراده، وهو 500 ألف طن سكر لسد الفجوة في الاستهلاك. وقريب جدا هيتم الاكتفاء الذاتي بدخول شركة القناة للسكر وأخرى لسد هذه الفجوة. وبيصاب بنجر السكر بعدة آفات، والآفة الأولى هي الحشائش ومكافحتها. تعتبر الحشائش من أهم الآفات اللي بتأثر على إنتاجية وحدة الفدان من محصول بنجر السكر، خاصة خلال الفترة الأولى من نمو بادرات بنجر السكر، وهي ال30 يوم الأولى من الزراعة، لعدة أسباب. واحد، صعوبة المكافحة الميكانيكية للحشائش، لأنها بتأثر على عدد النباتات في المساحة دي، وبالتالي فقد في المحصول. اتنين، أي أسمدة مضافة خلال الفترة الأولى من النمو للمحصول هتفقد، ويحصل تنافس ما بين الحشائش ومحصول بنجر السكر بيؤدي لفقد المحصول. تلاتة، التنافس على الضوء والماء مع المحصول الأساسي، وده بيأثر على إنتاجية المحصول. أربعة، وجود الحشائش في محصول بنجر السكر بيساعد على انتشار الآفات الحشرية، من أهمها ديدان الأوراق زي دودة ورق القطن ودودة الحشد وأخرى. خمسة، بذور الحشائش بتفضل في التربة بحالة ممتازة لسنين طويلة. ستة، سنة واحدة من إهمال مكافحة الحشائش هتكلفك بعد كده من 5 ل7 سنين مكافحة. ودلوقتي هنتكلم عن أهم الحشائش اللي منتشرة في محصول بنجر السكر، اللي بتبدأ في الظهور خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر على الأكثر. واحد، الحشائش العريضة الحولية زي الرجلة، الخبيزة، الزربيح، عنب الديب، الجعضيد، رشاد البر، ضرس العجوز، ست الحسن، الشبيط، شوكة الجمل، كيس الراعي، العليق، الشيح البري. 2، حشائش ضيقة الأوراق الحولية زي الصامة، الزمير، الفلارس، قمح العصافير، أبو ركبة. 3، الحشائش النجيلية المعمرة زي النجيل البلدي، وعليه لازم مكافحة الحشائش بصفة عامة، لأنها بتعمل تأثير مباشر وضار بإنتاجية الفدان. تأثير مكافحة الحشائش في بنجر السكر: واحد، مكافحة الحشائش بعد الإنبات. الحشائش العريضة في طور من 2 ل3 أوراق حقيقية كحد أقصى، في الحشائش الرفيعة في طور من 1 ل4 أوراق. ودلوقتي هات ورقة وقلم واكتب ورايا اللي هنقوله ده، لأننا هنتكلم عن المركبات اللي مستخدمة في مكافحة الحشائش. وأولاً، مكافحة الحشائش عريضة الأوراق، وهنا كل مركب هيكلمنا عن نفسه شوية. وهنبدأ بمركب تجرو 27.4% مركز قابل للاستحلاب. أنا بقى تجرو اختياري جهازي بالملامسة لمكافحة الحشائش الحولية العريضة والرفيعة في طور ورقة واحدة، بتكون من 3 مواد فعالة مخلوطة بعناية فائقة، وده بيديني قوة جبارة وسريعة في مكافحة الحشائش. بحتوي على تركيبة متطورة بتدي لك كفاءة على الحشائش عريضة الأوراق خلال أيام قليلة من الرش، ما بين 5 ل7 أيام من المعاملة بيا. سريع التفادية على الحشائش وبنتشر بداخلها خلال 6 ساعات من المعاملة. استخدامي آمن تماماً على جميع أنواع الأراضي الطينية والرملية، وبقضي على الحشائش العريضة بنسبة بتوصل ل90% طالما استخدمتني بالشروط المطلوبة. وهتستخدمني على كل أنواع تقاوي بنجر السكر، سواء التقاوي متعددة الأجنة أو التقاوي وحيدة الأجنة. واقتصادي في استعمالي وفعاليتي كبيرة عن
النقاوة اليدوية أو العزيق، ومسجل على بنجر السكر، وهتستخدمني بمعدل 800 سنتي على 150 ل 160 لتر مية للفدان. وفي حالة ظهور عروات أخرى من الحشائش العريضة في بنجر السكر ممكن تكرار رشي تجروا 27.4% بنفس المعدلات. وتوقيت التطبيق بيكون عمر البنجر مع بداية خروج الأوراق الحقيقية بطول 1 ل 2 سنتي بالكتير، وده بيتناسب مع نمو الحشائش العريضة وهي في طور من 1 ل 3 أوراق حقيقية، وكمان متناسب مع عمر البنجر في العروة الأولى وهو 12 ل 13 يوم من الزراعة، أو من 13 ل 15 يوم من الزراعة للعروة التانية من زراعات بنجر السكر. ملحوظة: في الزراعات أسفل البيفوت يلزم الري قبل المعاملة بمبيد تجرو 27.4% ويتم معاودة الري في البيفوت بعد معاملة التجرو بيومين لضمان امتصاص المبيد خلال تلك الفترة. وبقبل الخلط مع مبيدات الحشائش رفيعة الأوراق الحولية زي سيلكت سوبر، فارينا، الجاكو، فاين، وان سايد، فيوزي ليد ماكس. ودلوقتي هنتكلم عن مكافحة الحشائش رفيعة الأوراق، وهنا عندنا شروط عامة لتطبيق واستخدام مبيدات الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة. 1. في الحشائش النجيلية الحولية يلزم مراعاة طول الحشائش من 2 ل 4 أوراق، وفي النجيل البلدي لا يتعدى ارتفاعه 10 ل 15 سنتي. أن تكون الحشائش في حالة نشطة، ومراعاة وجود نسبة رطوبة أرضية، عدم الرش أثناء هبوط الرياح، واستخدام بشبوري الرش الفلات المخصص للحشائش. مركب سيلكت سوبر 12.5%، فارينا 24%، مركز قابل للاستحلاب في الماء. أنا بقى سيلكت سوبر أو فارينا مبيد جهازي اختياري لمكافحة الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة. أنا ليا فاعلية عالية جدا وسريعة على الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة. ليا مدى واسع جدا على الحشائش النجيلية، وبتظهر كفاءتي في مكافحة الحشائش النجيلية الحولية خلال 11 ل 14 يوم من تاريخ الرش. ما بتغسلش بسهولة بمية المطر بعد ساعة من المعاملة بيا، وما لياش أي تأثير على المحصول الأساسي. ومسجلين على بنجر السكر. أنا اقتصادي في الاستعمال وفاعليتي كبيرة مقارنة بالنقاوة اليدوية أو العزيق، وهتستخدمني بمعدل 250 سنتي للفدان على 100 ل 140 لتر مية، وعلى النجيل البلدي المعمر بمعدل 500 سنتي للفدان على 100 ل 140 لتر مية. أما مبيد فارينا 24% يستخدم على الحشائش النجيلية الحولية بمعدل 250 سنتي للفدان على 100 ل 140 لتر مية، وعلى النجيل البلدي المعمر بمعدل 500 ل 700 سنتي للفدان على 120 ل 140 لتر مية. مركب سي فاكتور 22.5%، مركز قابل للاستحلاب. أنا بقى مبيد سي فاكتور جهازي اختياري بكافح الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة، وبحتوي على مخلوط متطور من مادتين فعاليتين ليهم كفاءة ممتازة في مكافحة الحشائش النجيلية. بمتص داخل الحشائش خلال ساعات قليلة بعد الرش. ليا مدى واسع في مكافحة الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة، وما بتغسلش بسهولة بمية المطر، ومسجل على محصول بنجر السكر. بقضي على الحشائش خلال 14 يوم من تاريخ المعاملة بيا، وهتستخدمني بمعدل 250 ل 400 سنتي للفدان على 100 ل 140 لتر مية. أما في النجيل البلدي هتستخدمني بمعدل من 600 ل 700 سنتي للفدان على 120 ل 140 لتر مية. مركب جياكو 10.8%، مركز قابل للاستحلاب. أنا بقى مبيد جياكو جهازي اختياري لمكافحة الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة. ليا درجة عالية من التخصص في مكافحة الحشائش النجيلية، بديلك مكافحة عالية
في القضاء على الحشائش النجيلية، وثابت تحت ظروف الرطوبة العالية، وبكافح الحشائش خلال 14 ل 21 يوم من تاريخ الرش، ومسجل على محصول بنجر السكر. هتستخدمني لمكافحة الحشائش النجيلية الحولية 400 سنتي للفدان على 100 ل 140 لتر مية للفدان. وفي النجيل البلدي المعمر هتستخدمني بمعدل 600 سنتي للفدان. مركب فيوزي ليد ماكس 12.5%، ومركب وان سايد 15% في صورة مركز قابل للاستحلاب في الماء. أنا بقى فيوزي ليد ماكس أو وان سايد مركبات جهازية واختيارية لمكافحة الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة. إحنا بقى بنتميز بمادة فعالة لها القدرة على سرعة النفاذية داخل الحشائش والثبات تحت الظروف المناخية الممطرة. لينا مدى واسع لمكافحة الحشائش النجيلية، اقتصاديين في الاستعمال وفاعلية كبيرة مقارنة بالنقاوة اليدوية أو العزيء. بنقضي على الحشائش خلال 14 يوم من تاريخ المعاملة، ملناش أي تأثير على المحصول الرئيسي. هتستخدمنا فيوزيليد ماكس أو وان سايد لمكافحة الحشائش النجيلية الحولية بمعدل لتر للفدان، وفي حالة النجيل البلدي المعمر هتستخدمنا بمعدل لتر وربع للفدان على 140 ل 160 لتر مية للفدان. ها، كتبت ورايا كل اللي قلناه ده؟ طيب دلوقتي هنتكلم عن مكافحة الحشائش قبل الإنبات في محصول بنجر السكر. يتم إعداد الأرض الزراعية وخدمتها جيداً وتكون ناعمة كمون، ثم زراعة الأرض بتقاوي البنجر، ثم يتم المعاملة بمبيد جاردو بعد الزراعة مباشرة وأمام ري الزراعة، وذلك لمنع إنبات الحشائش النجيلية وجزء من الحشائش العريضة، من أهمها الرجلة والزربيح وست الحسن. في الأرض الطينية بتستخدم بمعدل 750 سنتي للفدان، وفي الأرض الرملية بيستخدم بمعدل 400 سنتي للفدان على كمية مية من 180 ل 200 لتر مية للفدان، أو يتم وضع المبيد في برميل على فتحة الري الرئيسية مع ماء ري الزراعة. ودلوقتي هنتكلم عن أهم الآفات الحشرية اللي بتصيب محصول بنجر السكر. وعندنا هنا ديدان الأوراق زي دودة ورق القطن والدودة الخضراء ودودة الحشد الخريفية. والآفة دي بتهاجم محصول بنجر السكر في العروات الأولى المبكرة والتانية أو في أعمار النباتات الكبيرة، وده بيتسبب في أضرار جسيمة لأوراق المحصول. ومع شدة الإصابة ممكن فقد الجوهر كاملة من نباتات بنجر السكر في مرحلة البادرات، وده بيأثر على عدد النباتات في وحدة المساحة للفدان، وبالتالي يحصل فقد كبير في إنتاجية الفدان لو أهملنا مكافحتها. وكمان بتأثر على نسبة السكر وجودة المحصول لما بتصيب محصول بنجر السكر في الأعمار الكبيرة، لأنها بتدمر الأوراق. توقيت المكافحة: الفحص الدوري للمحصول في التوقيتات المتوقع وجود الآفة فيها، والاكتشاف المبكر للإصابة، وهو وجود أكل على الأوراق، وهو بداية الفأس الحديث والأعمار اليرقية الأولى والتانية للديدان، وبكده نضمن مكافحة الآفة دي. سؤال مهم: إمتى أكافح؟ هنكافح لما نلاقي إن الفائد في المحصول أكبر من تكاليف المكافحة. ودلوقتي هنتكلم عن أهم المركبات المتخصصة في مكافحة الديدان والمسجلة على محصول بنجر السكر، وهي مركب بليو 50% قابل للاستحلاب. أنا بقى مبيد بليو، مبيد ياباني، تأثيري كسم معدي، بقتل اليرقات اللي بتتغذى على الأجزاء النباتية المعاملة بيا، وبأثر كسم بالملامسة، يعني بنفذ من جلد اليرقات لما تتعرض للرش بالمبيد أو عند ملامستها للأجزاء النباتية المعاملة بالمبيد. بنتمي لمجموعة كيماوية جديدة ومتطورة بتأثر على سيتوبلازم خلايا اليرقات اللي تعرضت للمبيد خلال 3 ل 4 ساعات، وعليه تتوقف اليرقات عن إحداث الضرر بالأجزاء النباتية للمحصول، ويوصل التأثير الإبادي خلال ساعات داخل الحقل. ليا درجة ثبات عالية على النباتات المعاملة بيا، وما بتأثرش بهطول الأمطار أو تحت أنظمة الري بالبيفوت بعد رشي بساعات.
وده بيديني كفاءة في مقاومة الديدان اللي بتصيب المحاصيل. ليا فاعلية كبيرة ضد اليرقات اللي اكتسبت صفة المقاومة لفعل المبيدات التانية، وبيرجع ده للمادة الفعالة اللي بتعتبر من أحدث المواد الفعالة في العالم. بحافظ على التوازن الطبيعي بين الآفات المستهدفة والأعداء الطبيعية. آمن على الأعداء الحيوية والحشرات الملقحة للنباتات زي نحل العسل. ليا تأثير واسع المدى على مجموعة كبيرة من حشرات حرشفية الأجنحة، ومسجل على بنجر السكر. ومعدل استخدامي لمكافحة الديدان هتستخدمني بمعدل 50 سنتي على 100 لتر مية في المراحل الأولى من النمو في بنجر السكر. أما عند وجود كثافة نمو خضري وأعمار كبيرة لمحصول بنجر السكر هتستخدمني بمعدل 100 سنتي للفدان. وبقبل الخلط مع معظم المبيدات الفطرية والأسمدة الورقية. مركب فلاكس 15% مركز معلق. أنا بقى مبيد فلاكس، مبيد حشري متخصص في مكافحة الآفات حرشفية الأجنحة زي دودة ورق القطن والدودة الخضراء ودودة الحشد الخريفية. ليا تأثير كسم معدي وبالملامسة على اليرقات المعاملة بيا، وبأثر على أطوار الديدان بداية من الفأس الحديث للأعمار اليرقية الأولى والتانية والتالتة. بعمل بكفاءة عالية تحت الظروف المناخية الغير مواتية زي ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة المرتفعة. بعمل في نطاق البي اتش من 5 ل 10 لمحلول الرش، وبالتالي ما بتتأثرش فعاليتي بحموضة أو قلوية محلول الرش. آمن على البيئة وبحافظ على الأعداء الحيوية. ليا طريقة فعل مختلفة عن باقي المركبات، لأني بعمل على غلق قناة الصوديوم في الجهاز العصبي المركزي في الحشرات، فتتوقف الحشرة عن التغذية والحركة وتصاب بشلل بعد 4 ساعات والموت خلال يوم أو 2. وبأثر على نسبة جيدة من البيض الخاص باليرقات، ومسجل على بنجر السكر. هتستخدمني لمكافحة الديدان بمعدل 105 سنتي للفدان. وبقبل الخلط مع معظم المبيدات الفطرية والأسمدة الورقية. مركب سبيدو 5.7% حبيبات آمنة للانتشار في الماء. أنا بقى مبيد سبيدو متخصص في مكافحة ديدان الأوراق حرشفية الأجنحة. بأثر على الديدان بالملامسة ومعدي. سريع النفاذية، بخترق أنسجة النباتات والأوراق المعاملة بيا، وبقتل الديدان اللي بتتغذى على محتويات الورقة. سريع التأثير على اليرقات، وبعمل على قطع الإشارات العصبية اللي بتدي الأوامر بتحريك عضلات اليرقات، وبالتالي بفقدها القدرة على الحركة والتغذية والموت المحقق خلال ساعات. فعال في مكافحة الديدان اللي اكتسبت صفة المناعة من المركبات الأخرى. ما بتتأثرش فعاليتي بالمطر متى جف محلول الرش. استخدامي بجرعات قليلة وبقضي على الديدان. آمن على المحصول والأعداء الحيوية والبيئة. ومسجل على بنجر السكر. هتستخدمني بمعدل 800 جرام للفدان لمكافحة الديدان. وبقبل الخلط مع معظم المبيدات الفطرية والأسمدة الورقية. مركبات سايمكس 5% وكاستيلو 10% مركز قابل للاستحلاب. أنا بقى مبيد سايمكس أو كاستيلو، تتبع مجموعة منظمات النمو الحشرية IGR، ومانعة للتغذية ومتخصصة لمكافحة الديدان حرشفية الأجنحة. لينا تأثير عن طريق الملامسة ومعدي، ولينا فعالية جديدة على جميع الأطوار اليرقية للديدان سواء الفأس الحديث أو الأعمار اليرقية المتقدمة. فما بتكتملش دورة حياتها، وبنأثر على نسبة حوالي 25% من البيض. فما بيفقس وما بيأثرش كمان على العذارة، وبينتج عنها فراشات مشوهة وعذارة مشوهة، وبنأثر على الفراشات، وبالتالي لا تضع بيض أو تضع بيض غير مخصب. لينا فعالية تدوم لعدة أسابيع. بنعمل على تثبيط طبقة الكيتين في اليرقات، وبالتالي تتوقف عملية الانسلاخ للديدان، وبالتالي لا تستطيع الديدان الانتقال من العمر اليرقي وقت المعاملة بالمبيد للعمر اليرقي التالي، وتتوقف الديدان عن التغذية خلال ساعات من الرش بالمبيد.
وبيتوقف الضرر للمحصول والموت المحقق خلال 2 ل 3 أيام على الأكثر. لا غنى عننا في برنامج إدارة مكافحة الآفات في محصول بنجر السكر. لنا القدرة على النفاذية واختراق أنسجة النباتات، وبالتالي بنحقق حماية طويلة الأمد، آمنين على البيئة والأعداء الحيوية، ومسجلين على بنجر السكر. هتستخدمنا لمكافحة الديدان على بنجر السكر سايمكس 5% بمعدل 160 سنتي للفدان، كاستيلو 10% بمعدل 80 سنتي للفدان. بنقبل الخلط مع المبيدات الفطرية والأسمدة الورقية، وكمان مع بعض المبيدات المتخصصة في مكافحة الديدان لزيادة الفاعلية على الأطوار والأعمار اليرقية الكبيرة. مركب فانتي 21% مركز معلق. أنا بقى فانتي مبيد حشري أكاروسي، ليا مدى واسع في مكافحة الآفات الحشرية، إنها الديدان بأنواعها المختلفة وكمان الأكاروسات. ليا تأثير على اليرقات والحشرات بالملامسة ومعدي. بحتوي على مادة فعالة لها طريقة فعل متطورة ومتميزة عن الكثير من المركبات التانية. ليا تأثير على مراكز إنتاج الطاقة داخل الحشرات واليرقات، وهي الميتوكوندريا، لأني بوقف إنتاج الطاقة داخلها، وبتموت الديدان والأكاروسات خلال يوم أو 2 على الأكثر. بحقق نتائج عالية وحماية ممتدة المفعول، متوافق مع برنامج المكافحة المتكاملة IBM، مسجل على بنجر السكر. معدل استخدامي لمكافحة الديدان في بنجر السكر بمعدل من 150 ل 250 سنتي للفدان، طبقا لعمر المحصول والعمر اليرقي للديدان. وبقبل الخلط مع معظم المبيدات الفطرية والأسمدة الورقية. مركب جولد بين 90% مسحوق قابل للذوبان. أنا بقى جولد بين مبيد متخصص، وليا مدى واسع في مكافحة الديدان، حرشفية الأجنحة والتريبس. ليا تأثير كسم معدي بالملامسة وسريع التأثير. ليا طريقة فعل مختلفة وسريعة عن باقي المركبات التانية داخل الجهاز العصبي المركزي للحشرة. بخترق الأوراق والأنسجة النباتية وبختزن داخلها، وده بيديني كفاءة إبادة ممتازة للديدان، وما بتتأثرش فاعليتي بالمطر متى جف محلول الرش. بحقق مكافحة طويلة الأمد ومسجل على بنجر السكر. ومعدل استخدامي لمكافحة الديدان في بنجر السكر هتستخدمني بمعدل 300 جرام للفدان، وبقبل الخلط مع معظم المبيدات الفطرية والأسمدة الورقية. آفة خنفساء البنجر السلحفائية، ودي واحدة من أهم الآفات الخطيرة على محصول بنجر السكر، وبالأخص في مناطق زراعة بنجر السكر شمال الدلتا، ودي في منها جيلين خلال موسم الزراعة، وبتنشط بداية من آخر شهر فبراير إلى شهر يونيو من كل عام. وأعراض إصابتها على أوراق بنجر السكر، حيث تتغذى هذه الآفة على الأوراق ويحدث بها ثقوب كبيرة، مع إهمال مكافحتها يمكن أن تدمر المحصول بالكامل. ومن أهم أضرارها على محصول بنجر السكر فقد كبير في نسبة السكر، وفقد في أحجام الجذور الضرنية للمحصول. ومن المركبات المستخدمة في مكافحتها مبيد سبيدو 5.7% حبيبات قابلة للانتشار، ودي اتكلمنا عنها في مكافحة الديدان. هنستخدمه بمعدل 120 جرام للفدان. أو شينوك 35% مركز معلق. أنا بقى شينوك مبيد حشري جهازي واسع المدى لمكافحة الحشرات الثاقبة الماصة وصانعات الأنفاق والخنافس. ليا تأثير ملامسة ومعدي على الحشرات، وبأثر على الإشارات العصبية داخل الجهاز العصبي المركزي للحشرات، وبمنع نقل الإشارات من خلية عصبية للتانية، وعليه تدخل الحشرة في حالة انهيار وموت سريع خلال ساعات. أنا مبيد قوي، ليا كفاءة ممتازة وممتدة المفعول توصل ل21 يوم من تاريخ الرش، ومبيد ثابت تحت الظروف المناخية الصعبة سواء مطر أو حرارة عالية. بأثر بكفاءة عالية على جميع أطوار الحشرات، ومسجل على بنجر السكر. ومعدل استخدامي لمكافحة خنفساء البنجر السلحفائية وذبابة البنجر بمعدل 300 سنتي للفدان.
وبقبل الخلط مع معظم المبيدات الفطرية والأسمدة الورقية. ودلوقتي هنتكلم عن أهم الأمراض الفطرية اللي بتصيب محصول بنجر السكر وكيفية مكافحتها. موت البادرات هو من أخطر الأمراض الفطرية اللي بتصيب بادرات بنجر السكر، وينتشر ذلك في العروات المبكرة والعروة الثانية بدءا من شهر أغسطس إلى شهر سبتمبر. والمسبب هنا فطريات التربة مثل الفيوزاريوم، ريزوكتونيا، البيسيوم. والضرر الناتج عن ذلك هو فقد عدد نباتات في وحدة المساحة، وده بيقلل من إنتاجية الفدان عند الحصاد. وأعراض المرض على البادرات بتتلون جذور البادرات باللون الأسود نتيجة لموتها وتعفنها نتيجة زيادة كمية مياه الري وزيادة نسبة الرطوبة. وعليه يلزم ضبط الري، وبخاصة رية الزراعة، باستخدام أحد هذه المركبات للوقاية والعلاج. مركب دبل 56% مسحوق قابل للبلل. أنا بقى مبيد دبل متخصص في مكافحة المسببات المرضية لفطريات التربة اللي بتعمل أعفان الجذور وموت البذرات زي الفيوزاريوم، ليزوكتونيا، البيثيوم، سكليروتونيا، أفانوميسيس. أنا مبيد وقائي وعلاجي جهازي، ليا مدى واسع في مكافحة فطريات التربة وممتد المفعول. بتكون من مخلوط متطور وحديث من مادتين فاعليتين ليها طريقة فعل مختلفة على الفطر، وده بيديني كفاءة ممتازة في المكافحة. أنا مبيد ثابت تحت ظروف البي اتش المختلفة في التربة، وهتستخدمني في الأراضي الطينية 1 كيلو جرام للفدان مع فتحة الري الرئيسية، وفي الأراضي الرملية حقن مع أجهزة الري البيفوت 1 كيلو جرام للفدان. وبيتم المعاملة أو حقن المبيد مع بدايات الإصابة في البادرات أو مع تمام الإنبات للبادرات، وهو من 10 ل 15 يوم من الزراعة مع رية الغسيل. مرض تبقع الأوراق السيركسبوري في بنجر السكر يعتبر من أخطر الأمراض الفطرية اللي بتصيب محصول بنجر السكر، وخاصة وجه بحري اللي بتأثر بنسبة إصابة تفوق 25% للأوراق، اللي ليها تأثير مباشر على نسبة السكر الناتج، لأن الأوراق هي مصنع إنتاج الكربوهيدرات اللي بتتنقل فيما بعد للجذور الدرنية، وبالتالي هيحصل هنا فقد مالي كبير لوحدة الفدان في حالة عدم مكافحة المرض. وتظهر إصابة المرض في شهر نوفمبر إلى فبراير، خاصة في الزراعات المبكرة اللي بتتم في نهاية يوليو وأغسطس. وتظهر الإصابة على شكل بقع لونها بني مستديرة فردية، ليها حافة مستديرة بلون بني محمر، وممكن تلتحم البقع الموجودة مع بعضها في حالة الإصابة الشديدة على الأوراق القديمة وممكن تقع. وكمان المرض ده بيصيب الأوراق الحديثة، وبيحتاج مناخ بارد مشبع بالرطوبة سواء من المطر أو من الشبورة المائية. وبيتم عمل برنامج لمكافحة المرض ده بمتوسط من 2 ل 3 رشات وقائية وعلاجية بواحد من المركبات خلال موسم النمو اللي هيتم ذكرها فيما بعد. 3. مرض البياض الدقيقي بتظهر الإصابة في شهر مارس وإبريل ومايو، وبخاصة في وجه إبلي عند درجة حرارة ما بين 15 ل 30 مئوية. أول ظهور للأمراض على أسطح الأوراق المسنة والحديثة على هيئة بقع مسحوقية بيضاء اللون لامعة زي الدقيق. ولما تتوافر الظروف الملائمة ينتشر المرض ويعم الأوراق كلها وتتحول للون الأصفر، ويأثر ده على نسبة السكر وجودة المحصول لوحدة الفدان. وعليه لازم وضع برنامج لإدارة هذا المرض بمتوسط عدد 2 رشة خلال موسم النمو بواحد من المركبات اللي هيتم ذكرها لاحقا. 4. مرض الأصداء على أوراق بنجر السكر بيصيب المرض ده أوراق بنجر السكر عند ارتفاع درجة الحرارة ل 24 ل 28 درجة مئوية، وهي خلال شهر فبراير ومارس وإبريل. بيظهر بثارات الجراثيم اليوريدية متفرقة بارزة على سطح الورقة لونها بني، وبعد كده تتسع مساحات البقع وتتلاحم مع تقدم الإصابة لتحتل مساحة كبيرة من نصل الورقة. وكمان المرض ده بيأثر على تكوين ونسبة السكر في محصول بنجر السكر،
بسبب الضرر المباشر على الأوراق اللي هي مصنع النبات، وعليه يلزم عمل برنامج مكافحة لهذا المرض بمتوسط عدد 2 رشة خلال موسم النمو بواحد من المركبات اللي هيتم ذكرها، وعليه لإدارة مكافحة أهم الأمراض الفطرية اللي بتصيب محصول بنجر السكر زي التبقع السيركسبوري، البياض الدقيقي، الأصداء خلال موسم النمو طبقا لتوقيتات ظهور الأعراض وعلاجها، مع بداية ظهور الإصابة بنسبة بسيطة باستخدام واحد من المركبات دي. مركب مونتورو 25% مركز قابل للاستحلاب. أنا بقى مونتورو مبيد فطري وقائي وعلاجي جهازي متخصص في مكافحة التبقع السيركسبوري والبياض الدقيقي والأصداء، بحتوي على مادتين فعاليتين بتديني التأثير المزدوج للمكافحة الممتازة للأمراض الفطرية، وكمان بعمل على كسر طور المناعة المكتسبة من المركبات التانية، وبعمل على وقف نمو وتطور الفطر وانتشاره وانتقال الإصابة من مكان لآخر على النباتات خلال ساعات من توقيت الرش. أنا ثابت على المجموع الخضري تحت الظروف المناخية ذات الرطوبة المرتفعة أو هطول الأمطار. ليا كفاءة إبادية عالية وممتد المفعول على الأمراض الفطرية. بوفر لك الحماية الممتدة لجميع أجزاء النباتات والنموات الجديدة، وكمان بمنع انتشار ميسيليوم الفطر وإحداث إصابات جديدة. ومركب مسجل على بنجر السكر، هتستخدمني لمكافحة التبقع السيركسبوري والبياض الدقيقي والأصداء بمعدل 200 سنتي للفدان، وبقبل الخلط مع معظم المبيدات الحشرية والأسمدة الورقية. مركب فانجو 50% حبيبات قابلة للانتشار، ومركب هوركان 25% مركز قابل للاستحلاب. فانجو أو هوركان إحنا مبيدات فطرية وقائية وعلاجية جهازية لمكافحة الأمراض الفطرية زي التبقع السيركسبوري والبياض الدقيقي والأصداء. لنا تأثير قوي على إنبات حركة الجراثيم الفطرية من النسيج المصاب إلى السليم، ولينا تأثير قوي في تثبيط ومنع النمو الفطري. بنحتوي على مادة بيراكلوستروبين الجهازية اللي بتعمل على تثبيط عمليات التنفس في الميتوكوندريا، وده بيؤدي إلى وقف إنتاج الطاقة اللي بيحتاجها الفطر للنمو، وبالتالي موت الفطر المسبب للأمراض الفطرية. أظهرت الأبحاث العلمية أن مادة بيراكلوستروبين لها علاقة بتحسين عملية البناء الغذائي في النباتات المعاملة بينا، وده بيزيد من إخضار النبات وقوة نمو النبات، وبالتالي زيادة في محتوى الأوراق من الكلوروفيل، وده بيؤدي لزيادة تكوين الكربوهيدرات في النبات، وده بيترتب عليه زيادة في الصفات الكلية والجودة في المحصول النهائي. لينا تأثير على تحمل الضغوط التي تتعرض لها النباتات والثمار من تحمل البرودة والحرارة العالية والجفاف وقلة الماء والظروف البيئية الصعبة. لينا تأثير في زيادة النيتروجين المأخوذ بواسطة النبات وزيادة في نمو وبناء النبات. بنعمل على تنظيم عمل الهرمونات وبنقلل من الضغط البيئي على النبات. بننشط عمل الإنزيمات المؤكسدة في النبات، وده بيؤدي إلى تحسين المقاومة الذاتية للنبات ضد الأمراض النباتية، وبنأخر دخول النبات لمرحلة الشيخوخة. لينا تأثير فسيولوجي على الثمار أو المحصول، لأنه يتم خفض معدلات التنفس أو الهدم في المحصول، وده بيدي حفظ للثمار أو المحصول أطول فترة ممكنة في صورة طازجة أو فريش، ثابتين داخل النباتات المعاملة بينا بعد ساعتين من المعاملة، مسجلين على بنجر السكر. ومعدل استخدامنا لمكافحة التبقع السيركسبوري والبياض الدقيقي والأصداء والأعفان مبيد فانجو 50%، هتستخدمني بمعدل 100 جرام للفدان. مبيد هوركان 25% هتستخدمني بمعدل 200 سنتي للفدان. وبنقبل الخلط مع معظم المبيدات الحشرية والأسمدة الورقية. مركب كومبينكس 70% مسحوق قابل للبلل. كومبينكس أنا بقى مبيد فطري وقائي وعلاجي جهازي، هتستخدمني لمكافحة الكثير من الأمراض الفطرية على المحاصيل المختلفة، منها محصول بنجر السكر، والأمراض هي التبقع السيركسبوري
البياض الدقيقي، الأصداء، أعفان الجذور، موت البادرات. أنا مبيد جهازي ليا طريقة فعل متميزة على خلايا الفطر المسبب المرضي للأمراض الفطرية، بأثر على الانقسام النووي والخلوي للخلية الفطرية، وعليه بعمل على إحداث عدم تكاثر أو زيادة في أعداد الكائن الممرض، وعدم حدوث إصابة جديدة أو ظهور أعراض جديدة. أنا مبيد يمتص من خلال الأوراق أو الجذور، وبتحرك جهازيا في باقي خلايا وأنسجة النباتات، وبوصل إلى أماكن الكائن الممرض وقتله وعدم ظهور أعراض جديدة. أنا مبيد بضمن لك حماية متكاملة خارج وداخل النباتات لتأثيري الوقائي والعلاجي، يعني بديلك حماية سريعة وفورية لأنسجة النباتات المعاملة بيا. أنا مبيد ثابت لفترات طويلة وما بتأثرش بسقوط أمطار، آمن الاستخدام على المحاصيل الزراعية لما تستخدمني بالتركيزات اللي موصى بيها. أنا مبيد ليا درجة ثبات جيدة بالتربة تكفي لمكافحة فطريات التربة المسببة لأعفان الجذور وموت البادرات الحديثة، ومسجل على محصول بنجر السكر. هتستخدمني من 200 ل 400 جرام للفدان لمكافحة التبقع السيركسبوري والبياض الدقيقي والأصداء وأعفان الجذور، وبقبل الخلط مع معظم المبيدات الحشرية والأسمدة الورقية. مركب ليدر 45% مركز قابل للاستحلاب. أنا بقى ليدر مبيد فطري وقائي وعلاجي وجهازي، متخصص لمكافحة مجموعة متنوعة من أهم الأمراض الفطرية زي التبقع السيركسبوري، البياض الدقيقي، الأصداء، أعفان الجذور والثمار. مبيد يحتوي على مادة فعالة متميزة ومتطورة في فعاليتها على الفطريات، لأني بعمل على وقف الاسترولات المكونة لجدار خلايا الفطر، وكمان على وقف وتثبيت البناء الحيوي وتخليق البروتينات في هيفات الفطر، فلا يستطيع الفطر الممرض من إحداث إصابات جديدة وتوقفه تماما ويموت. أنا مبيد مميز ليا كفاءة عالية في حماية النبات، وليا فترة بقاء ممتدة على المحصول للحماية من الأمراض. مبيد ثابت تحت الظروف المناخية المتقلبة من رطوبة عالية أو أمطار. متميز بكفاءتي الممتازة على أعفان الجذور وموت البادرات وأعفان الثمار والتبقع السيركسبوري والبياض الدقيقي والأصداء. أنا مبيد ثابت لما تعامل التربة بيا لمكافحة فطريات المسببة لأمراض أعفان الجذور وموت البادرات، وكمان بكسر المناعة المكتسبة من المركبات الأخرى، ومسجل على محصول بنجر السكر. معدل استخدامي 400 سنتي للفدان لمكافحة أمراض التبقع السيركسبوري، البياض الدقيقي، الأصداء، أعفان الجذور وموت البادرات وأعفان الثمار، وبقبل الخلط مع المبيدات الحشرية والأسمدة الورقية. رابعاً، النيماتودا في محصول بنجر السكر. بتنتشر النيماتودا في الأراضي المزروعة بمحصول بنجر السكر، وبتهدد زراعة المحصول في المناطق دي. وبتنتشر النيماتودا في الأراضي الرملية والجديدة، وخاصة اللي تم زراعتها قبل كده بالمحاصيل اللي يمكن إصابتها بالنيماتودا زي الفول السوداني. وبتأثر النيماتودا بدرجة كبيرة على المحصول ونسبة السكر، وأعراضها تظهر على الجذور الدرنية للبنجر، انتفاخات وتعقدات على الجذور أو على الأفرع الثانوية للجذور، وبتدي شكل غير مرغوب فيه عامة للجذور الدرانية. وكمان بتعمل تقزم للنباتات ويظهر عليها الإجهاد البيئي في وجود رطوبة أرضية جيدة وتسميد جيد، لأن قوة الجذور في امتصاص الرطوبة والعناصر انخفضت كتير، وعليه يمكن مكافحتها بأحد المركبات دي. جوبيتر إكس 10% حبيبات. أنا مبيد جوبيتر إكس، مبيد نيماتودي جهازي موضعي في التربة لمكافحة النيماتودة المسببة لتعقد الجذور وغيرها من النيماتودة الأخرى. ما بتتأثرش كفاءتي بنوع التربة أو رقم الحموضة أو درجة حرارة التربة. من أكتر المبيدات تأثيراً على الآفات المستهدفة، عشان كده بيعتبروني صديق للبيئة، لأني أقل صور الفسفور العضوي سمية، وكمان أقل المركبات تأثير على كائنات التربة النافعة.
بزيد من كفاءة المجموع الخضري الجذري في امتصاص الماء والعناصر الغذائية، وده بيؤدي لزيادة كفاءة امتصاص الاحتياجات المائية للمحصول، وبرفع من كفاءة النباتات في الأراضي المعاملة لدرجة تتحملها للأضرار الغير حيوية من الظروف البيئية المعاكسة وعدم توفير الصور الميسرة من العناصر الغذائية. توقيت التطبيق: بعد الانتهاء من عملية الخدمة الأساسية للأرض يمكن نصر المبيد قبل الزراعة أو بعد الزراعة مباشرة، وقبل رية الزراعة، بحيث يكون المبيد مخلوط على الطبقة السطحية من التربة ثم الري بعد ذلك. معدل الاستخدام: هتستخدمني بمعدل 7 كيلو للفدان نصرا بواسطة البدارة أو مع الوحدات المرفقة مع بلانتر الزراعة في المساحات الكبيرة. كرينكل 75% مركز قابل للاستحلاب. أنا بقى كرينكل مبيد نيماتودي متخصص فعال لمكافحة جميع أنواع النيماتودا زي تعقد الجذور والنيماتودا الحوصلية والخنجرية والكلوية. فعال جدا وسريع التأثير على مدى واسع من أنواع النيماتودا على مختلف المحاصيل. بقضي بسرعة على يرقات النيماتودا، ملياش تأثيرات عكسية على الكائنات الحية الدقيقة في التربة. بحسن المحصول وجودته من خلال منع إصابات الجذور، بقلل إصابات النباتات بالآفات الثاقبة المصة ومن أهمها المن والتريبس والذبابة البيضاء في صورة سائلة جديدة، وده بيوفر في الأيدي العاملة، وده بيحقق سهولة في الاستخدام وفي انتظام التوزيع وسرعة الانتشار على التربة. ما بتتأثرش فعاليتي بالمطر أو الظروف الجوية الغير ملائمة، وملياش أي تأثير تراكمي في البيئة. ليا تأثير ممتد المفعول، بيبقى طويلا في التربة وفعال، بيحقق مكافحة طويلة الأمد، وبيقضي خلال فترة بقائه على كل أطوار النيماتودا. توقيت التطبيق: هتطبقني على محصول البنجر المصاب بدءا من عمر 25 ل 30 يوم من الزراعة في الأرض الرملية أو الجديدة، ومعدل الاستخدام لتر للفدان حقن مع الري بالبيفوت. مركب بوكتا بلاس: أنا بقى مركب طبيعي متخصص في مكافحة جميع أنواع النيماتودا في الأراضي الرملية وغيرها لتحسين النمو الجذري للمحاصيل. بتميز بكفاءة عالية على جميع أنواع النيماتودا اللي بتصيب المحاصيل المختلفة. أنا عبارة عن توليفة مبتكرة من المركبات الطبيعية اللي بتحتوي على الكثير من المواد الفعالة اللي ليها تأثير على جميع أطوار النيماتودا وتنشيط الجذور، وكمان بحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمنشطات الطبيعية اللي بتساعد على نمو الجذور الجانبية وتقوية المجموع الجذري للنباتات. آمن في الاستخدام وملياش أي متبقيات على المحاصيل المستهدفة، ومعدل استخدامي وتوقيت المعاملة من 1 ل 2 لتر للفدان حقي مع الري بالبيفوت على أعمار 25 ل 30 يوم من الزراعة. ودلوقتي هنتكلم عن تحسين وزيادة نسبة السكر والتخزين والوقاية من القلب الأجوف للجذور الضرنية لبنجر السكر. والمركبات المستخدمة لده: هنستخدم واحد من المركبات رشا على المجموع الخضري، والتكرار فيما بينهما كالآتي: نتر بيور الألماني، وده بيتكون من بورون 8%، منجنيز 1%، مولبيدنم 4%، زنك 1/10%، مغنيسيوم 5%، كبريت 11%، نيتروجين 6%. والتوقيت 50 و100 يوم بعد الزراعة. معدل الاستخدام 300 جرام للفدان. فتريليون كومبي الألماني، وده بيتكون من حديد 4%، زنك 4%، منجنيز 3%، بورون 1.5%، مغنيسيوم 2.2%، كبريت 2.8%، نحاس 5%، مولبدنم 5%. وتوقيت الاستخدام 30 و50 يوم بعد الزراعة. معدل الاستخدام 200 جرام للفدان. دلتا مايكرو كومبي، مركب ألماني، بيتكون من زنك 3.8%، وحديد 4%، منجنيز 3.2%،
مغنيسيوم 1%، نحاس 0.7%، بورون 1.4%، مولبيدنم 5%. توقيت الاستخدام 30 و50 يوم بعد الزراعة، ومعدل الاستخدام 200 جرام للفدان. باسفوليار كومبي ستيب مركب ألماني بيتكون من 22.5% كالسيوم، 9% أزوت، 2% بورون، 1% مغنيسيوم. توقيت الاستخدام 75 و120 يوم للزراعة، معدل الاستخدام من 500 سنتي إلى لتر للفدان. يونيفيرس باور بي أسباني 15.4 بورون، توقيت الاستخدام من 140 ل 150 يوم من الزراعة، معدل الاستخدام من 600 سنتي ل 900 سنتي للفدان. دلتا مايكرو برومو مركب ألماني 14% بورون، 1.3% مولبيدنم، توقيت الاستخدام من 165 ل 175 يوم من الزراعة، معدل الاستخدام من 600 سنتي ل 900 سنتي للفدان. سادساً، هنتكلم عن التسميد الورقي وعلاقته بنمو وإنتاجية محصول بنجر السكر. لازم لنمو محصول بنجر السكر نديله الاحتياجات السمادية اللازمة اللي بتحتوي على عناصر كبرى وصغرى بصورة مخلبية في صورة أديتا، واللازمة لنمو وجودة المحصول، وهي مكملة لعمل التسميد الأرضي المعتاد إضافته للأرض، وده عن طريق التسميد الورقي بأحدث ما تقدمه شركة شورى للكيماويات في هذا المجال، وبالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة. وكالآتي: هيتم التسميد الورقي رشاً على المجموع الخضري، وهنا عندنا الجدول بيتكون من المركب وتوقيت المعاملة والمعدل. هنتكلم الأول عن المركب. عندنا مركبين: مارشفول إكسترا أمينو الأسباني أو باسفوليار الألماني. مارشفول إكسترا أمينو بيتكون من نيتروجين 18%، فسفور 11%، بوتاسيوم 18%، مغنيسيوم 1.8%، زائد 6% أحماض أمينية، وده مركب أسباني. أو باسفوليار 20-19-19 ألماني. في حالة إن إحنا هنستخدم مارشفول إكسترا أمينو في توقيت المعاملتين، الأولى في عمر 30 يوم من الزراعة، والتانية في عمر 60 يوم من الزراعة، وهنا هيكون عندنا المعدل ثابت: مارشفول إكسترا أمينو 750 جرام للفدان، ولو هنستخدم باسفوليار 20-19 هيكون كيلو للفدان. وهنضيف على أي منهم واحد من المركبات دي فتريليون كومبي اللي بيتكون من حديد 4%، زنك 4%، منجنيز 3%، بورون 1.5%، مغنيسيوم 2.2%، كبريت 2.8%، نحاس 5%، مولبدنم 5%، وده ألماني. لما نضيفه على واحد من المركبات الأولى هنزود 200 جرام للفدان في نفس المعاملتين. أو هنستخدم دلتا مايكرو كومبي اللي بيتكون من زنك 3.8%، حديد 4%، منجنيز 3.2%، مغنيسيوم 1%، نحاس 7%، بورون 1.4%، مولبدنم 5%، ألماني. وده لما هنستخدمه مع واحد من المركبات الأولى اللي هم مارشفول إكسترا أمينو أو باسفوليار سوبر، هيكون معدل دلتا مايكرو كومبي 200 جرام للفدان خلال المعاملتين. ولو هنضيف نيترو ميكس كومبليت اللي بيتكون من 3% زنك، 4% حديد، 3% منجنيز، 1.8% مغنيسيوم، 3% نحاس، 4% مولبدنم، 2.4% كبريت، مادة مخلبية 57 ألماني. وهنا في حالة إضافته للمارشفول إكسترا أمينو أو الباسفوليار 20-19-19 هيكون بمعدل 300 جرام للفدان. ولو هنستخدم نيور راكت
اللي بيحتوي على عناصر صغرى زائد منشطات نمو وأكسينات حرة وسيتوكينين زائد أحماض أمينية وفيتامينات، هيكون معدل استخدامه 400 جرام للفدان في حالة إضافته مع مارشفول إكسترا أمينو أو باسفوليار 2019 في المعاملتين، أو هنستخدم سوبر تريس أمينو اللي بيتكون من حديد 3.5%، زنك 1%، منجنيز 1.5%، مغنيسيوم 1%، بورون 1%، زائد 21.3% أحماض أمينية مصدرها نباتي، وهيكون معدل استخدامه 250 جرام في حالة إضافته إلى مارشفول إكسترا أمينو أو باسفوليار 2019 في المعاملتين. ودلوقتي هنتكلم عن الظروف البيئية الصعبة وعلاقتها بالإنتاجية وجودة محصول بنجر السكر. المقصود هنا بالظروف البيئية الصعبة الحرارة العالية اللي بتأثر على محصول العروة الأولى، أو الحرارة المنخفضة اللي بتوصل لحد الصقيع اللي بنلاحظها خلال النص التاني من شهر ديسمبر وشهر يناير من كل عام. وفي كلتا الحالتين ده بيأثر على نمو المحصول في الفترة الأولى من النمو في الزراعات المبكرة والمتأخرة تحت نظام الري بالبيفوت أو خلال دورات النمو المختلفة للمحصول، ويترجم ده في النهاية إلى خفض الإنتاجية للمحصول وخفض مواصفات الجذور الضرانية للمحصول في وحدة المساحة وهي الفدان. ولتلافي ده ممكن استخدام أحد المركبات في التوقيتات اللي هنوضحها دلوقتي: توقيت المعاملة أو التطبيق لتحسين مواصفات وجودة الجذور الضرانية وتلافي تأثير درجة الحرارة المرتفعة. يمكن إجراء معاملتين للعروة المبكرة، وذلك عند وصول نباتات العروة المبكرة إلى مرحلة بداية خروج ورقتين حقيقيتين. يتم رش المعاملة الأولى بواحد من المركبات دي، باسفوليار سوبر SL، اللي بيحتوي على 5% نيتروجين، 5% فسفور، 5% بوتاسيوم، ويحتوي على 75 جرام في اللتر أو أكسينات حرة زائد سيتوكينين 400 جزء في المليون بمعدل 250 ل 500 سنتي للفدان، أو كينج ميل إكسترا اللي بيحتوي على زنك 25% حديد 1.25%، منجنيز 75%، نحاس 12%، بورون 13%، مولبدنم 58%، زائد أحماض أمينية كلية 40%، وأحماض أمينية حرة مصدرها نباتي 19.5% بمعدل 250 ل 500 سنتي للفدان. ويمكن تكرار الرش بعد 15 ل 20 يوم من المعاملة الأولى. ولتحسين مواصفات وجودة الجذور الضرانية والزراعات المتأخرة تحت الري بالبيفوت وتلافي تأثير درجات الحرارة المنخفضة أو الصقيع، هنا تكون المعاملات أيضا من 2 ل 3 معاملات بفاصل ما بين 10 ل 15 يوم بين المعاملة والتانية، وطبقا لخريطة الطقس السيء لكل منطقة زراعية عندها التوقعات بالموجات الحرارية المنخفضة. يلزم رش البنجر قبلها ب 24 ل 48 ساعة بداية من النص الثاني من شهر ديسمبر للأسبوع الثالث من شهر يناير بواحد من المركبات دي، باسفوليار سوبر SL، اللي بيحتوي على 5% نيتروجين، 5% فسفور، 5% بوتاسيوم، ويحتوي على 75 جرام في اللتر أكسينات حرة زائد سيتوكينين 400 جزء في المليون بمعدل 500 سنتي للفدان، أو كينج ميل إكسترا، اللي بيحتوي على زنك 25%، وحديد 1.25%، منجنيز 75%، نحاس 12%، بورون 13%، مولبدنم 58%، زائد أحماض أمينية كلية 40%، وأحماض أمينية حرة مصدرها نباتي 19.5% بمعدل 500 سنتي للفدان، أو نيو راكت، اللي بيحتوي على عناصر صغرى زائد منشطات نمو، أكسينات حرة، سيتوكين، زائد أحماض أمينية وفيتامينات،
بمعدل 500 جرام للفدان. وللتسميد الأرضي، نظراً لعدم توفر الأسمدة الأحادية بصورة سهلة في السوق المصري، ونظراً للتحديثات العالمية في هذا المجال، وحرصاً مننا كشركة شورى للكيماويات بالاشتراك مع أكبر الشركات العالمية والتي تعمل في هذا المجال بأحدث ما تقدمه التكنولوجيا الألمانية في هذا المجال، وبالتعاون بين شركة شورى والكومبو الألمانية ودلتا الألمانية، يتم تقديم أحدث المركبات السمادية كالآتي: سماد نوفاتيك N21 تام الذوبان في الماء بدون شوائب، نيتروجين 21%، كبريت 24%، 8% DMPP دايميثيل بيرازول فوسفات. والمميزات: تخفيض الكميات السمادية الإجمالية التي يحتاجها الفدان بمقدار 40% من الإجمالي للوحدات الأزوتية، استهلاك طاقة أقل داخل النبات، واستخلاص الأزوت من التربة، وبالتالي يوجه باقي الطاقة إلى مناطق البناء وجودة المحصول. يعمل على الاتزان ما بين النمو الخضري والثمري والهرموني داخل النبات، مما يعطي جذور درانية ذات شكل ظاهري ممتاز، وتحسين نسبة السكر، وبالتالي زيادة في إنتاجية الفدان. له مدى فاعلية طويل الأمد بالتربة، وليس سهل غسيله من التربة بالترشيح أو الحرارة المرتفعة. ممتاز مع المحاصيل القابلة للتصدير الدرانية لعدم احتوائها على عنصر النيتريت السام. توقيت المعاملة أو التطبيق: 2 ل3 معاملات خلال موسم النمو للبنجر. الدفعة الأولى بعد خف النباتات على عمر 25 ل 30 يوم من الزراعة تقريباً 200 كيلو جرام نوفاتيك N21 للفدان. الدفعة الثانية مع الراية الثانية للبنجر، أي بعد الراية الأولى بأسبوعين، 200 كيلو جرام نوفاتيك N21 للفدان. طريقة الإضافة: نثراً أو حقناً، وذلك بوضع هذه الكمية من السماد وإذابتها أولاً في برميل به صنبور أو فتحة صغيرة، ويتم وضعه على فتحة الري الرئيسية للأرض، ويتم معايرتها على أساس الاستمرارية وقت الري. سماد نوفاتيك بريسال الألماني: يحتوي هذا السماد على نيتروجين في صورة سلفات أمونيوم بتركيز 20%، وأيضاً أكسيد مغنيسيوم 1.6%، وأيضاً كبريت 23%، والأهم يحتوي على معالج الملوحة الستور ESSR1 ومسبب النترتة DMPP 188% دايميثيل برازول فوسفات. ومن مميزاته معالج ملوحة التربة وتسميد أزوتي في نفس الوقت، أي ثنائي الغرض. سماد قابل للذوبان التام بدون شوائب في الماء مع تقنية معالج للملوحة للتربة. سماد يحتوي على مسبب النترتة DMPP، والذي يضمن كفاءة أكبر في امتصاص وتمثيل النيتروجين في النبات. يعمل على التوازن ما بين المجموع الخضري والثمري والتوازن الهرموني داخل النبات. يعمل على زيادة امتصاص العناصر الصغرى من التربة. يعمل على تحسين مواصفات الجذور الدرنية وتقليل عنصر النيتريت السام. مناسب لجميع أنظمة الري المختلفة، وبناء عليه يمكن استخدام هذا المركب مع برنامج التسميد الخاص بمحصول بنجر السكر، وبخاصة في التوسعات الزراعية الآلية وتحت نظم الري بالبيفوت، بدءا من عمر بذرات بنجر السكر 25 يوم إلى 60 يوم الأولى من عمر البنجر، وهي 5 أسابيع، والتي يكون فيها البنجر حساس للملوحة أو قلة الأزوت أو أي إجهاد خارجي بيئي أو ملحي في هذا التوقيت يؤثر على نموه الطبيعي. فيمكن عمل 5 معاملات بمركب نوفاتيك سلوب بريسال كالآتي: الأولى على عمر 25 يوم من الزراعة، حقن مع السماد 5 كيلو جرام للفدان، ويتبعها المعاملة الأخرى أسبوعياً بنفس المعدلات السابق ذكرها، بمعنى الفدان يستهلك شكارة 25 كيلو جرام على مدار موسم النمو، كما هو موضح سابقاً في توقيتات الاستخدام.
شركة شورى معاكم 24 ساعة. تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق الويب سايت www.shurachemicals.com وجميع مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انستجرام، شورى كيميكالز. وتقدر تشتري منتجاتنا من على موقعنا www.shuraonline.com. وخلي بالك من علامة شورى الأصلية. ولمزيد من المعلومات اتصل بنا على 16 558.